ضيفتنا اليوم في هذه الحلقة. على الهاتف أرحب بأحد أيضا نجوم نادي الشباب سابقا، الكابتن فؤاد أنور. مساء الخير أو صباح الخير كابتن. صباح الخير والله. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا أحب أمسي على الإخوان معك في الاستديو. أصبح يا كابتن. خلاص احنا الحين الساعة 1 وشوي. صبح عليهم. طيب أهلا وسهلا فيك. وأنا أتوقع أن الموجودين في الاستديو أو خلف الشاشات اليوم احنا سعيدين بقمة الكرة السعودية في نهائي. أشكر القناة الرياضية وأشكر أيضا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان على هذا النقل. طبعا في البداية كانت يعني الجميع يعني كان يتحدث أن أقل من المستوى، ولكن في آخر الدوري وفي ظهرت القناة الرياضية بشكلها الجميل. نعم. أنا لو تعطيني فرصة بس. تفضل. أنا أتوقع أن في كل فرحة للشباب لازم يذكرون أيضا الشبابيين السابقين. في كل سنة أو كل سنتين يحقق الشباب بطولة. لابد وحق علينا أن نذكر ما قدموه لنادي الشباب وأبناء الشباب، وعلى رأسهم المجموعة هذه، على رأسهم صاحب السمو الأمير تركي بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان. نعم. الأمير أيضا فيصل، الأمير خالد بن فيصل بن سعد والأمير خالد بن سعد، وأيضا الرؤساء أيضا قادوا نادي الشباب، وعلى رأسهم أيضا والدنا الأستاذ محمد جمعة الحربي. نعم. أبارك أيضا للأستاذ خالد البلطان وما قام به في الفترة الماضية، وأيضا اليوم أنا أتوقع أنه توج بهذه البطولة اللي أنا أتوقع أنها كانت أصعب صراحة دور شاهدته على الأقل في الخمس سنوات أو 6 سنوات الأخيرة. أبارك اللاعبين الشباب أيضا. أنا من وجهة نظري لو هناك كاسين كان أعطيت صراحة للنادي الأهلي وما قدمه في هذه البطولة. لكن البطولة دائما هي لبطل واحد، وهذه حلاوة يعني كرة القدم وتنافس الشريف. طيب. أنا باسم جميع اللاعبين السابقين نهني الأستاذ خالد البلطان على هذا الفريق، نهني أيضا مدرب الفريق اللي أنا أتوقع أنه من أفضل المدربين في ال10 سنوات مروا على الكرة السعودية، هو والأخ جريس سابقا. طيب. أنا أتوقع أن اليوم الفريق الشبابي لعب لاعبين كلهم لعبوا بعقلانية. طيب. وأيضا أثبتوا طبعا كثير من اللاعبين أو مدربين إحنا أو كمسؤولين دائما نخاف من الفريق صاحب فرصتين. طيب. ولكن تعد يعني ميزة لأي فريق لازم أنه يستغلها، وأتوقع أن الشباب استغل هذه الفرصة هذه. طيب كابتن، أسألك أخيرا بس إذا سمحت لي باختصار، ليش الشبابين اليوم يعني مع فرحة الانتصار يعودون لذكر بعض الأمور الخاصة بالإعلام وبعض الإعلاميين؟ في شيء صاير الفترة كذا مزعلكم الفترة الماضية؟ والله شوف، إحنا تكلمنا فيها ونكون صريحين مع بعض. الفترة من قبل من أسبوعين تقريبا اللي هي مباراة الأهلي والاتحاد وأيضا الشباب والاتفاق، كان هناك يعني تراشق إعلامي صراحة بيني وبينك. يعني الكرة السعودية غير يعني مي بناقصة كبوات سواء في النتائج السابقة اللي حصلت. أيضا نشوف يعني الإعلام يوتر يعني اللاعبين، وانا اتوقع ان انضر الفريق الاهلاوي باعلامه يعني صراحه. في مباراه الاتحاد خسرها، اليوم نشوف ايضا اللاعبين ايضا قدموا مجهود ولكن متوترين، والدليل انه كان في طرد. ف يعني ما قدم الاهلي يعني صراحه في من خلال هذا الدوري يشكر عليه، ولكن في الاسبوعين الاخيره انا اتوقع انه كان هناك شيء. لكن الحمد لله ايضا ان ما صار شيء في المدرجات او بين الجمهور، لان الجمهور كان محسن في جميع الوسائل. طيب يعني كابتن معليش، انت تقصد انه الاعلام اللي القريب من الاهلي تقصد انت؟ نعم، الاعلام اللي قريب من الاهلي. يعني تقول اليوم انه خسر بسببه، الاهلي خسر بسبب هالاعلام قصدك انت؟ انا في وجهة نظري طيب. احمل الاعلام من هذه الخسارة، لا مباراة الاتحاد ولا مباراة اليوم، رغم ان الفريق الشبابي فريق يعني قادر انه يفوز وقادر انه يحقق البطولة، ولكن انا اتوقع ان الفريق الاعلام الاهلاوي ساهم في لاعبين الاهلي في المباراتين اللي كانت طيب. قوية، وكانت يحتاج
فيها وقوف وليس تراشق، يعني ما راح يستفيد منه طيب كابتن، اعتقد انك الان الكلام انا ما اعرف اذا كنت صحيح لي انك قلت انا بتحدث عن الاسماء او بكشف اسماء بعد نهايه الدوري، صحيح؟ انت تبغاني اقولها لك الحين يعني؟ انت هالكلام قلته قبل انه انا بعد الدوري حقول اسماء؟ انا قلتها، بس انا بقول طيب. لك، انا بقولها وبقول الاسماء، ولكن انا بقول لك احنا اليوم انا اتوقع بالنسبه لي انا فرحان، واتمنى ان الجمهور الشبابي يفرح، واتمنى ايضا اللي موجودين كلهم يفرحون بنهايه هذا الدوري، وظهر بمظهر يليق بسمعه الكره السعوديه. لكن مستقبلا ساتحدث يعني باسماء، واسماء يعني تعد يعني او يعدون نفسهم بصراحه اعلاميين لهم سنين طويله، وهم يمارسون ايضا التعصب اللي انا اتوقع انها ما عاد تتحملها الكره السعوديه. طيب. اتكلم ليس ولا مصلحه الشباب ولا مصلحه النصر، مصلحه الكره السعوديه ان يخف هذا الاحتقان اللي موجود، الاشياء اللي جالسه تبثها الاعلام اللي انا نتوقع غير محسوب حتى على الفريق الاهلاوي. طيب. ان اجتهادات فرديه ادت باشياء يعني غير لائقه في الفتره. وانت عادل انا بقول لك انت موجود في الاعلام وشفت الاشياء، اذا كان انت يرضيك او اللي موجودين في الاستوديو يرضيك، ففؤاد انور غلطان من اول ما تبدا في هذا الموضوع الى الان. لا بس اقصد يا كابتن انه يعني هذا مش شيء جديد علينا، بس عشان كذا انا انت لا انا الكلام اللي تكلمت عنه يا كابتن، معليش، الكلام اللي قلته انه في اعلاميين وهذا الكلام مش جديد علينا، فمساله انك تكشفهم ما اظنك حتى تحتاج تبذل جهد وتكلف على عمرك وتكشف، يعني اللي مكشوف مكشوف يا كابتن. عموما شاكرين لك تواجد. انا لو بس اختم بس بكلمه. تفضل. أنا صراحة برضو أشكر البطان وأشكر اللاعبين، ولكن أحب أشكر الأمير خالد بن سعد. نعم. وهو من رسم خريطة الصعود إلى المنصة، وبذر بذرة. أنا أتوقع في كل بطولة للشباب لازم يذكر الأمير خالد بن سعد، ولازم يشكر هذا الرجل. طيب. أنا لي فترة طويلة ترى ما شفته، ولا تقولون أني يعني متملق او ذا، لكن الرجال انا الرجل لازم يذكر لانه بذل جهد كبير. طيب. في اصناع فريق في التسعينات، وانا اتوقع الى الان الشباب جالس ياخذ ثمره طيب. الجهد اللي قدمه الامير خالد بن سعد. نشكره على ما قدمه في السابق. طيب. ونشكر الاستاذ خالد البلطان على ما يقدمه حاليا. شكرا لك كابتن فؤاد انور، احد لاعبي نادي الشباب سابقا، وبالتاكيد هو لاعب